يبدأ غدا في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، وهو أكبر قمة في تاريخ المفاوضات حول مشكلة التلوث والتغير المناخي في العالم. ويشارك في القمة 150 رئيس دولة وحكومة، وينتظر أن يكون النفط والغاز بين مواضيع النقاش الساخن لمساهمتها في التلوث بالنسبة الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تم الاتفاق على قرارات ملزمة تفرض رسوم على منتجي الطاقة المسببة للتلوث. للمزيد ينضم إلينا من جدة المستشار النفطي والاقتصادي السعودي محمد الصبان. دكتور محمد، الدول الصناعية تفرض أفكارا في هذه القمة قد تضر بتطور الدول النامية من خلال قيود على القطاع الصناعي الضعيف. ما هي هذه الدول دكتور محمد؟ دعيني أبدأ أختي الفاضلة بالقول بأننا لا أحد يشك بأن المناخ يتغير، ولكنه يتغير منذ آلاف السنين. التساؤل الآن الذي طرح وأمام القمة وقبلها من المفاوضات، والتي كان لي الشرف أن أرأس وفد المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية إلى جانب عملي في وزارة البترول، أن هنالك تخير، يعني بمعنى آخر أن النشاط الإنساني لم يثبت إلى الآن أنه هو المسبب للتغير المناخي. وبالتالي لكن تعمد المفاوضون وبالذات من الدول الصناعية أن يقولوا أن علينا أن لا ننتظر إلى أن يتأكد تماما قبل أن نبدأ في اتخاذ الإجراءات. إذن ما هو المسبب برأيك دكتور؟ هذه تغيرات طبيعية، قد يكون دور للشمس، قد يكون دور للمحيطات، وكثير من الأبحاث في هذا المجال، لكن تم إلقاء هذه الآراء جميعها عرض الحائط، وتم التركيز على أن النشاط الإنساني هو السبب في تغير المناخ. وكان من يقول أنه ليس هنالك دور للنشاط الإنساني كان يتهم بأنه لا إنساني في إطار الحملات مثل اللاسامية إلى آخره. على العموم، من خلال هذه المفاوضات تم أيضا تخير غاز ثاني أكسيد الكربون وفصله عن بقية غازات الاحتباس الحراري التي جميعها ممكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، مثل النيتروز أوكسايد، مثل الميثين إلى آخره. وتم التركيز على غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن غاز ثاني أكسيد الكربون تم التركيز على الوقود الأحفوري فاصل فيول، والذي يأتي الفحم والبترول والغاز كمكونات لهذا الوقود الأحفوري. في ظل التحيز الموجود والمحابي لصناعة الفحم والتي إلى الآن يقدم لها إعانات، فإن المستهدف الرئيسي من خلال كل هذه المفاوضات هو بدرجة رئيسية النفط، والذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الضرائب في الفترة القادمة. لذا فإن الاتفاقية التي أبرمناها في عام 91 تنص صراحة أنه إذا كنا سنسير في هذه المفاوضات فلا بد وأن نتفق على مبدأ الملوث يدفع. الدول الصناعية هي من سببت زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي عليها أن تدفع للدول النامية من أجل التمويل، عليها أن تبدأ في الالتزام، وليس هنالك التزام صارم على الدول النامية. ومن هنا استمر الجدل والمفاوضات إلى أن وصلنا إلى باريس غدا. وأعتقد أننا مهم أن يتم بالنسبة للدول المنتجة للنفط أن تتحقق من تواجد شروط أساسية. دكتور، إذا سمحتي لي أختي الفاضلة أن أذكرها. لكن قبل أن تذكر الشروط دكتور، في حال تم فرض ضرائب ورسوم على بعض أنواع النفط، كيف ستتضرر دول الخليج؟ وما هي أنواع النفط التي ستكون الضحية؟ الدول الصناعية وحتى الدول الصاعدة بدأت في استخدام وتبني إجراءات ترشيد استخدام النفط من منطلق أن هذا سيوفر عليها في فاتورة وارداتها النفطية، وهذا من حقها. لكن أن يكون هنالك تحيز ضد النفط بحيث أنه يتم فرض مزيد من الضرائب عليه بالرغم من الضرائب المرتفعة أصلا على المنتجات
البترولية، فإن هذا سيؤدي حتما إلى التأثير في الطلب العالمي على النفط. هنالك دراسات أجريناها ولا زالت هنالك دراسات تجرى تبين أن الحالة التي يتم فيها إبرام اتفاق وتنفذ الدول كافة التزاماتها، نعم. فإن هذا سيسرع من وصول الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2025، ومن ثم يبدأ معدلات الطلب في الانخفاض. هذه نعم. بسبب الإجراءات القاسية والتي قد تكون ملزمة. ولذلك أنا أنصح ممثلي الدول المنتجة للبترول نعم. غدا أن لا أن ينضموا للولايات المتحدة الأمريكية في عدم الموافقة على إلزامية هذه الاتفاقية، بمعنى أن يكون هنالك اتفاق وليس اتفاقية. نعم دكتور. اثنين، أن لا تشارك دولنا النفطية في تمويل برامج التي تستهدف الاستغناء عن النفط الخليجي أو النفط من الدول المنتجة. ثلاثة، أن لا تكون هنالك مراجعة إلزامية من قبل الأمم المتحدة لبرامجنا التي سنتبناها طواعية لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أعتقد أننا لابد أن نشكل جبهة موحدة مع الدول النامية وأيضا الدول الصديقة في سبيل التوصل إلى اتفاق عادل. نعم دكتور. لا يمرر بموجبه الدول الصناعية العبء إلى دولنا النامية وبالذات دولنا المنتجة للنفط. كنت معنا من جدة المستشار النفطي والاقتصادي السعودي الدكتور محمد الصبان، شكرا جزيلا لك. نهاية جولتنا الاقتصادية لهذا المساء، والآن نعود إلى ماجد.